إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حاضرين وحاضرات ومستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في ذلك رحمته، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقاء هذه الليلة خاص بأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، خاص بالمرأة المسلمة التي هي أساس هذا المجتمع، ولا يقوم المجتمع إلا على أكتاف الرجال والنساء، بل لا يستطيع الرجال أن يقوموا بأدوارهم إلا إذا قامت النساء وسدت جميع الثغرات. وما كان للأبطال سابقا أن يحققوا ما حققوا إلا في ظل وجود المرأة المسلمة الصالحة التقية النقية الخفية. حديثنا هذه الليلة إليك أنت، بارك الله فيك، فأنت من أحسن ما قيل فيك، أنت نصف المجتمع، ثم أنت تلدين النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. أنت تلدين نصف المجتمع، أنت أساس هذا المجتمع، أنت نصفه، ثم أنت تلدين النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. وخلق الرجل عظيم، امرأة عظيمة بارك الله فيك، اختار الله لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه حين أراد أن يكلفه بمهام الدعوة، اختار له خديجة. اختار الله لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه خديجة، فكانت نعم الزوجة ونعم الأم ونعم المربية ونعم الداعية الصابرة المحتسبة الباذلة المعطية كل شيء من أجل هذا الدين. لا عجب أنها وصلت إلى مرتبة رفيعة ومرتبة سامية. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هذه خديجة أتتك ومعها إناء من طعام، أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أسألك بالله العظيم كيف وصلت خديجة إلى تلك المرتبة الرفيعة إلا لأنها جعلت الحياة لله رب العالمين. أخي، المعركة بين الحق والباطل معركة قائمة مستمرة. قد يظهر الباطل حينا، لكن الغلبة والتمكين لا يكون إلا للحق، بشرط أن يأخذ أهل الحق بالحق بقوة، أن يأخذ أهل الحق بالحق بقوة، ويقدم من أجل الحق كل غالي وكل نفي. قد يظهر الباطل حينا
لكنه امتحان وابتلاء من الله للصادقين والصادقات. فإذا أخذ أهل الحق بالحق قال الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأنت بارك الله فيك جزء من المعركة، بل على عاتقك الجزء الأكبر منها، فأنت مطالبة بدعم الخطوط الخلفية وبمساندة الخطوط الأمامية. وحتى تستطيعي أن تقومي بذلك الدور لا بد أن تكوني عابدة، لا بد أن تكوني عابدة، صلتك بالله قوية مترابطة. إنهم يشغلونك بارك الله فيك عن الدور العظيم بتوافه الأمور، يشغلونك باللغو والضياع، لأنهم يعلمون تمام العلم، أنك متى ما تفرغت للمعركة فالمعركة محسومة بإذن الله. يعلم أعداء الله أنك متى ما تفرغت للمعركة فإن المعركة محسومة بإذن الله. فخلف الرجال العظماء نساء عظماء بارك الله فيك، وما كان للرجال أن يؤدوا دورهم لولا الدور العظيم الذي قامت به النساء. أنت مطلوبة في كل المجالات، ومطلوبة في سد كل الثغرات، في التعليم، في الطب، في التربية، حتى في القتال. فقد لعبت النساء على مر التاريخ دورا عظيما في حسم المعارك. فنساء الصحابة رضوان الله عليهم كن يحرضن أزواجهن على الجهاد، وهو أعظم تضحية، بل منهن من حملت السيف تقاتل دفاعا عن عقيدتها ودينها. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم أحد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان، حتى رؤي خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرقانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأان القرب، ثم تجيئان فتفرقانها في أفواه القوم. عظيمة من امرأة عظيمة. قالت: يا رسول الله، أتخذ ذلك الخنجر؟ إن دنا مني أحد من المشركين فقرت بطنه، وأقتل هؤلاء الذين يبلغون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أخذ. إنها مقالة أم سليم بنت ملحان زوجة أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنها. كان ذلك يوم حنين، حيث أبلت بلاء حسنا، فكانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى وتحمل قرب الماء، وهي مع ذلك حامل بابنها عبد الله، في ذلك الموقف حامل بابنها عبد الله. فقالت تلك المقولة للرسول صلى الله عليه وسلم ولتترك للتاريخ عبرة، ولتؤكد أن المرأة المسلمة جزء لا يتجزأ من معركة المسلمين ضد الباطل عبر الزمان والمكان. فأنت مربية الأجيال، وأنت صانعة الأبطال، وأنت المقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. أنت المقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. لن أحكي لك في هذه الليلة عن أخبار الصائمات والقائمات والمتصدقات والباذلات، ولكن سأسوق لك أخبار وأحوال العابدات المجاهدات، ولكن سأسوق إليك في هذه الليلة المباركة أخبار وأحوال العابدات المجاهدات. فمما يتكون الموضوع في هذه الليلة؟ سيتكون من هذه الأخبار. أول خبر أول شهيدة في الإسلام. الخبر الثاني خبر الفارس الملثم. الخبر الثالث مسلمات في الأسر. الخبر الرابع شهيدة في ليلة عرسها. الخبر الأخير